ركزنا على السوشيال ميديا. اقوى حمله الحمد لله على تويتر، اشتغلنا بكثافه على تويتر. كان ودنا نشتغل على الانستغرام. تويتر عنده نظام حلو ان انت تقدر تنزل تغريدات في اي حساب تبغى. فدخلنا على 96 حساب في الامارات، اقوى 96 حساب في الامارات، ونزلنا اعلانات. اليوم لو عندك حساب في تويتر يحق لك تنزل عنده وهو ما يدري، ما يعني عادي. انا انزل مثلا جريده الاتحاد، انزل اعلان جريده الاتحاد وجريده الاتحاد ما تاخذ درهم. فنحن تويتر ما شاء الله الحين عندنا نحن فئه المثقفين حتى الاكثر فعلي. والحلو في تويتر انك تقدر تحدد ابو ظبي بس. يعني انا اقول لهم بس ابغى الناس اللي داخل ابو ظبي يشوفون، ابغى بس اللي يتكلمون اللغه العربيه فرضا، ابغى بس اللي يتابعون الشيخ عبد الله بن زايد. تعرفون اكثر الناس اللي يشوفون دعايتنا في تويتر متابعين دكتور انور الباشا، ما شاء الله متابعاته قويه. فهذا الحين اتوقع السنوات القادمه يكون التحدي اكثر على السوشيال ميديا. الساحه كانت فاضيه السنه، اكثرهم ركزوا على الشوارع، على الاشاره، القياده العامه. انا صار لي 3 شهور مش زائد 25. والله ودنا نتم. الشيخ لازم تربية عسكرية. بس الصراحة اللي تأسيسهم عسكري نجح نجاح كبير في الحياة المدنية وفي السياسة وفي هاي الأمور الثانية، لأنه صحيح تعرف يعني الحمد لله خلاص تأسس هو، عنده القيادة، عنده التعامل مع الأفراد، عنده يعني كل هاي الصفات اللي أنت تحتاجها. فالحمد لله، وهالشيء يعني عندنا في البلاد بشكل كبير. يعني كثير من اللي تركوا الجيش وتقاعدوا ردوا وحطوهم في مناصب ثانية ونجحوا نجاح عدد كبير من مترشحين المجلس الوطني، 37 شخص من القوات المسلحة، بالإضافة إلى الناس اللي متقاعدين اللي لا يحسبون على القوات المسلحة، لكنهم هم كذلك ينافسون اليوم في أكثر اللي تشوف الأسماء اللي موجودة هنا متقاعدين. اكس عسكريين صحيح، او متقاعدين عسكريين. نعم صحيح. العسكري تحسه حرج أكثر، تحسه مندفع، عنده القيادة والعلم والإمكانيات، لكن يقول خلني وراك. اليوم اللي ترشحوا ابو ظبي 89%. انا اشوف عدد قليل. الشباب ابو ظبي فيهم ما شاء الله، فيهم متعلمين مثقفين، بس يشوفون المنافسه قويه، يشوفون بيني وبينك طول العمر يشوفون اننا نحتاج فلوس. انا اليوم اثبت لهم انك مش محتاج فلوس عشان تدخل يعني نحن الحمد لله هني توصل للناس، الناس بتدعم. الحمد لله. وان شاء الله اتوقع ان شاء الله السنوات القادمه بيكون في مشاركه اكثر من الاماراتي، من ابو ظبي في المشاركه فيه، مش كيصوتون لانهم يرشحون نفسهم. كان يكون دافع، اتوقع اخوي سعيد دافع يشوفون ان اللي قبلهم، لانه صراحه يعني نحن من الناس اللي طلعنا اسامينا حتى من قبل الاول دفعه، لكن ما كان عندنا الدافع ان نحن ندخل في المجال هذا. فالحين الشباب دخلوا بنسبة أكبر، فتفكر بدأوا يتفتحون الحين. ليش؟ طول عمري داخل بشعار صوت الشباب. مثل ما قال الشباب كانوا مترددين بدخول وخوض تجربة المجلس، يعني شوي مترددين، يقول لا المجال هذا حق الناس اللي أكبر منا واللي أفهم منا. الفكرة من المجلس لازم يكون في تنوع فيه، يعني الحين 40 شخص لازم يكون من خلفيات مختلفة. ما يستوي يجيك 40 تاجر ولا يجيك 40 عسكري، ولا لازم يكون من كل فئات المجتمع. لابد يكون فيهم المعلم، لابد يكون فيهم الطبيب، لابد يكون فيهم التاجر، يكون فيهم العسكري، يكون فيهم المتقاعد، يكون فيهم المرأة. هذا كله ينوع في التفكير، لأنه هو في النهاية مجلس يتشاورون في أمور الدولة. في النهاية لازم هال 40 شخص يمثلون الناس اللي ينتخبون. فالحمد لله يعني إن شاء الله يكون هذا التنوع موجود.